النهارده هنعمل سندوتشات كبده وسجق اسكندراني. تمام. انا مبدئيا هعملها النهارده في سندوتشات. انتوا عايزين تحطوها على مكرونه او مع رز، اوكي، بس النهارده انا هعملها سندوتشات زي الشوارع بالظبط. اول حاجه معانا هنحتاج للكبده. اول حاجه انتي تكوني الكبده عندك مجمده، تمام، تطلعيها من التلاجة، تفك نص فكه صغيره، وبعد كده تقطعيها بالسكينه اي حجم انت عايزاه. وبعد كده تجيبي مخرطه الملوخيه وتحطيها على اي سطح عندك وتخرطيها زي الملوخيه، بس طبعا مش هنخرطها وقت طويل، اوكي، لغايه ما تبقى صغيره قوي عشان تبقى زي بتاعه بره، تمام، في الساندوتشات. وهتشوفوا شكلها بعد كمان ما تستوي هتكون باينه اكتر. هنحتاج بقى للكبده معانا فلفل حراق، وهنحتاج طحينه على خل على ليمون، اوكي، ومحتاجين ملح. الملح طبعا مشترك بين الكبده والسجق، والثوم برضو مشترك بين الكبده والسجق. السجق هنحتاج بس منه معاه طماطم وفلفل برضو حراق. لو متحبيش الاكل سبايسي ضيفي فلفل اخضر رومي، اوكي. دلوقتي اول حاجه هنعملها معانا الكبده. هحط كميه زيت كويسه، الكبده متبقاش حلوه لو الزيت قليل، تمام. ومش هقلبها، انا بس هفردها عشان كلها تاخد صدمه. وبعد كده لما احس انها كلها اخدت لون زي كده هبدا اقلبها. هي متاخدش وقت خالص، طبعا الكبده بتستوي بسرعه، وانا ما شطفتهاش، اوكي، ما غسلتهاش، انا لو غسلتها كل فايدتها بتنزل، تمام. فانا دلوقتي انتي اهم حاجه تجيبيها من مكان مضمون واثقه فيه، وهتبقى نظيفه وملهاش ريحه خالص زفاره. هي مجرد ما بتحطي عليها الليمون والفلفل وكده ريحتها بتروح تمام، مبقالهاش اي ريحه، بتاكليها بالظبط زي بره. هتضيفي الثوم وتقلبيها مع الكبده. ده توم انا كنت فرماه وشايلاه في الفريزر، اوكي، عايزه تعملي فريش اول باول زي ما انتي حابه، بس انا ده ببقى شايلاه مخزناه في الفريزر. بعد كده هنزل بالفلفل، دول حوالي 3 فلفلات وسط، وهتقلبي. بعد كده بقى المعلقه الطحينه الكبيره قوي دي انا دوبتها مع الليمون والخل، اوكي، وهضيفيها على الكبده وهي على النار، وشويه ملح، كتريش الملح عشان انتي حاطه ليمون وخل كتير. هي بقى طعمها بيبقى بالظبط زي السندوتشات في الشارع. السجق بقى انا السجق انا بحب اعمله كده، تمام. ده سجق شرقي، اللي بيبقى متقطع كله متقطع ده بيسموه سجق اسكندراني، اوكي. انا قطعت جزء عشان يبقى مع الصوص بتاع الطماطم والفلفل اللي هينزل بعد كده، وفي كام واحده سبتهم صحاح زي ما هم عشان ما اجي احطهم في الساندوتشات. انتوا لو عايزينها اللي هو السجق الاسكندراني قطعوا كل السجق، تمام، ونفس الخلطه بالظبط اللي هي قدامكم. وبعد كده هتضيفوا الثوم، ومش هنحط بقى ولا بهارات ولا فلفل اسود ولا اي حاجه، لان اوريدي هي الفلفل بتاعها حامي جدا، فبس هنضيف شويه ملح بساط عشان السجق اصلا بيبقى مبهر. هو لوحده بيبقى فيه بهارات كتير وفيه ملح، فمش هنحط ملح كتير عشان ما تبقاش حادقه، عشان كمان الطحينه هنكون حاطين فيها ملح. والطحينه دلوقتي سهله بقى جدا، لان دي مش طحينه سمك، دي طحينه السندوتشات، هتبقى طحينه وميه سخنه وملح بس، وهتقعدي تقلبي فيها لغايه ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. ولو سبتيها كمان في التلاجة هتزيد اكتر معاكي سمكه، بس انا طبعا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها شويه على جنب لغايه ما ابدا اجهز الساندوتشات. انا جبت الفينو دلوقتي فتحته، وهحط الطحينه، وهبدا بقى احط الكبده والسجق في الساندوتشات، وبألف هنا والشفا، وبجد هتعجبكم جدا، وشبه جدا جدا سندوتشات عربيات السجق والكبده، او محلات السجق والكبده، بجد هتعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا. انا دلوقتي اهو حطيت الصوص اللي هو فيه القطع السجق الصغيره، وحطيت فوقيها السجق الصحيح، وبألف هنا والشفا. يا رب لو الوصفة دي عجبتكم اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.